الذهب. لقينا الذهب يا فرج الله. لقينا الذهب يا فرج الله. لقينا الذهب. ايوه بالفعل الصخر اللي قدامك ده يحتوي على كميات بسيطه من الذهب. سيبك من التنقيب اللي انت بتشوفه على ناشونال جيوغرافيك ابو ظبي، وبعدين تعال اخدك في جوله عن التنقيب عن الذهب في مصر. خليني الاول ابدا بالكساره اللي قدامك دي، والكساره اللي قدامك دي بتكسر الصخر بالحجم اللي قدامك ده عشان يبقى سهل على الطواحين. وبعدين بنجهز كيلو من الزئبق. ايوه زئبق زي اللي انت شايفه قدامك ده، والزئبق اهم عنصر من عناصر التنقيب عن الذهب. طبعا الكميه اللي قدامك دي وزنها كيلو، لك ان تتخيل ان الشويه دول وزنهم كيلو. كل طاحونه من دول بيتضاف لها كيلو من الزئبق قبل ما نضيف الصخر اللي اتحجم قدامكم في البدايه من الكساره. كل طاحونه بعد ما نضيف لها كيلو من الزئبق بنضيف لها من 7 إلى 10 شكاير من الصخر، وبيبدا الطاحونه تشتغل عليهم 12 ساعه. 12 ساعه بدون توقف الطواحين دي شغاله. كل طاحونه فيها كيلو من الزئبق ومن 7 إلى 10 شكاير من الصخر. اللي بيحرك الطاحونه اللي قدامكم دي موتور كهرباء، وكل طاحونه مكونه من عجلتين. العجله الواحده وزنها طن، بتفضل تلف على الصخر 12 ساعه لحد ما تفتت الصخر ويوصل لدرجه معينه هوريها لك دلوقتي اللي انت شايفها دي. وبعد ما نفتت الصخر لمده 12 ساعه بيبدا يتم غسله، وطبعا بيتم غسله بطريقه محترفه جدا لعزل الذهب عن الصخر اللي انت شفته في بدايه الفيديو. المشهد ده انت شفته في قنوات كتير، ولكن انا بوريهولك من مصر، واعتقد ان انت اول مرة تشوف تنقيب عن الذهب في مصر بالشكل ده. طبعا كل الناس مستنية نهاية الفيديو عشان تشوف الذهب، ولكن للأسف الشديد اللي تم غسله ما كانش فيه ذهب.